لو بصيت معايا على الخريطة هتلاحظ حاجة مهمة جدا، في محور عمراني جديد بيتشكل من العلمين الجديدة على البحر المتوسط لحد العين السخنة على البحر الأحمر. والمحور ده مش مجرد طريق، مش مجرد قطر، ده ممر بيعيد توزيع الطلب والاستثمار. بنربط المواني بالمناطق الصناعية وبنربط المدن الجديدة بمصر كلها، سلسلة اقتصادية كاملة على خط واحد. عشان تقدر تقيم القيمة العقارية لأي مكان لازم تبص على 3 حاجات أساسية. 1. حركة الناس، لما زمن الوصول يقل المواصلات تبقى متوفرة والمناطق البعيدة تبقى قريبة والخدمات تبقى موجودة، كل ده بيؤدي لترافيك أعلى. تاني حاجة حركة الشغل، لما يبقى في محور بيربط كل المناطق، مناطق الإنتاج، مناطق اللوجستية والمواني، ده بيخلق وظائف، والوظائف بتخلق طلب على السكن، والسكن بيخلق طلب على التعليم والصحة والخدمات، وده بيحصل بشكل تدريجي وثابت. وتالت حاجة حركة الخدمات، أول ما تبدأ تشوف جامعات ومراكز تجارية وخدمية اعرف إن السوق بدأ يظهر ويكبر في المنطقة دي. كل دي أسباب بتخلي العلمين مش مدينة موسمية، العلمين مبنية عشان تشتغل طول السنة. والسخنة بقت أكتر من شط قريب، مش مجرد قرى وفنادق، وبين المدينتين دول في مدن ونقط كتيرة هنشوفها في السنين الجاية، وقيمتها هتزيد مع تحرك الشغل والخدمات. لو انت عايز تعرف ايه المدن اللي حوالين المحور ده واللي فيها قيمة عقارية وارد ان هي تزيد، اكتب لي رأيك في كومنت وهعمل فيديو عن الموضوع ده بالتفصيل.